وفي اليوم اللي بعده الدنيا قلبت، عاصفة قوية بدأت والريح كانت شديدة جدا لدرجة إنهم ما قدروش يكملوا الطريق، فقرروا يقفوا في مكان ويستنوا العاصفة تعدي. وساعتها أرلو افتكر اللي حصل له زمان. أول ما أرلو شاف العاصفة افتكر باباه وخاف جدا، جري بعيد وحاول يستخبى تحت أي حاجة لحد ما العاصفة تخلص. وصباته فضل يدور عليه في كل حتة لحد ما لقاه واقع تحت شجرة متغطي بالتراب ومتبلل من المطر. أرلو كان متوتر جدا، ما كانش شايف النهر وحس إنه تاه ومش هيعرف يرجع بيته تاني. بس وهو باصص حوالين شاف شوية طيور طايرين في السماء، نادى على واحد منهم وسأله عن سلسلة الجبال اللي كان هو وعيلته عايشين تحتها. قال لهم أنا تايه وبيتي هناك ومش عارف أرجع، ممكن تساعدوني؟ الطيور ردت عليه وقالت له الطريق هناك بعيد جدا بس ممكن نشرح لك تروح إزاي. وفي اللحظة دي واحد من الطيور عرف نفسه وقال له أنا اسمي ساندر، استنى لما نطمن إن مفيش حد اتأذى من العاصفة وساعتها هوريك الطريق لبيتك. أرلو حس إنهم جدعان وقرر يساعدهم في إنقاذ باقي الحيوانات، لكن فجأة اكتشف إن الطيور دي طيور مفترسة